في الحوار من نقطة البداية، ولماذا قمتم برفع دعوى ضد هشام جنينة لدرجة اتهامه بالخيانة العظمى؟ شوف يا استاذه انجي، هو هشام جنينه اطلق تصريحاته ان حجم الفساد المالي في مصر في 2015 كان يوم 22/12 دون ان يقدم دليلا واحدا على وجود هذا الفساد او مستند واحد من خلال هذه التصريحات. التصريحات دي احنا في لقاء سابق قلنا ان هي كانت تعليمات صادره لي من التنظيم الدولي للاخوان، حضرتك اكدتي وانا قلت لك على مسؤوليتي. والتصريحات دي كان توقيتها في منتهى الخطوره، كان قبل شهر من 25 يناير والدعوات اللي اطلقها التنظيم الارهابي لاشعال الشارع المصري. ما قدمش اي دليل في هذه التصريحات ان في فساد بلغ 600 مليار، وهو في حقيقه الامر كان بيستهدف رئيس الجمهوريه، عايز يقول للشارع المصري ان في خلال 2015 ولا هو العام اللي تولى فيه، السنه اللي تولى فيها الرئيس السيسي المسؤوليه، حجم الفساد عندك كان 600 مليار. هو كده. بعد ما قال هذه التصريحات، المواقع الاخوانيه وقيادات التنظيم الدولي الاخوان والقيادات الهاربه في الخارج اخذت هذا التصريح واشتغلت بيه قدام جميع المنظمات الدوليه. وطبعا كان له خطوره بالغه على الاقتصاد القومي والامن القومي المصري. اما احنا لقينا ان هذا الكلام مرسل، وان هو هشام جنينه اصبح اداه منفذه لتعليمات التنظيم الدولي للاخوان، وان التوقيت الخطير والغريب اللي قال في هذه التصريحات، قدمت بلاغ تاني يوم 23/12 طالبته فيه بتقديم استدعاء وتقديم ما يفيد عن وجود فساد بهذا الرقم المرعب المريب المهول، اللي كده بيؤكد ان مصر اللي احنا عايشين فيها دي عايشه على بحور من الفساد على مدار سنه اللي هي 2015. تمام. يعني بلد ميزانيتها 854 مليار بيتصرف منها موارد محدده 70%، فنيجي نضرب تصريح كده، التصريح ده بيؤدي الى فزع المستثمرين اللي في الداخل، فبيسحبوا استثماراتهم من البلد وبيهربوا، بيؤدي الى احجام رؤوس الاموال الاجنبيه ان هي تجيلك طبعا، ان خايفه ان البلد فيها فساد بالرقم ده في سنه واحده. فهذا التصريح ادى الى اضرار بالغ بالاقتصاد القومي والامن القومي، اضافه الى ان هذا التصريح ادى الى تشويه سمعه مصر في المحافل الدوليه وقدام الهيئات والمؤسسات الدوليه والهيئات المانحه والهيئات اللي بتمولك. انا عايز اسال، ازاي هيئه هتمولك او مؤسسه هتمولك اذا انت جوه البلد في فساد ب 600 مليار؟ يعني مين انهون جهه ممكن تمنحك تمويل لبعض المشروعات القوميه مثلا؟ اقول لك لا، هذا التصريح الصادر من هشام جنينه كان متعمدا ويقصد به الاضرار بالاقتصاد القومي، وكان يفهم معناه جيدا. وبعدين دي من بعد ما قدمت البلاغ وفاجأ ان هو بيتراجع عن هذا التصريح. لا، ده انا كان قصدي. ايه كان قصدي؟ ده انت رئيس اكبر جهاز رقابي واخطر جهاز رقابي في مصر من 2012 ل 2015. عيب اما رئيس اخطر جهاز رقابي في مصر يقول انا كان قصدي. لا والله، ده انا ما عملتش الحسابات من عهد محمد مرسي. لا، هذا الكلام كان متعمد، وهو تعمد انه يطلقه في هذا التوقيت للاضرار بالبلد. طيب. واشعال الاضطرابات في الشارع. ما انت تمام. يوم ما تيجي قبل شهر من 25 يناير يا استاذه انجي وتضربي هذا التصريح، ايه ردود الفعل؟ ايه يعني الناس هتتبسط؟ الناس لا، هيثير الراي العام. الراي العام هيتجاوب مع الدعوات الصادره من الجماعات الارهابيه والتنظيم الدولي بالتظاهر، هيثير الفتنه والاضطرابات. عشان كده اللي ارتكبه هشام جنينه في حق هذا الوطن
ده بيمثل خيانة عظمى، وده أشد خطورة من الإرهاب اللي بتواجهه الدولة المصرية. هو ارتكب جريمة في حق هذا الوطن ويجب أن يحاسب. أستاذ عاصم، هل حضرتك مشترك مع أستاذ طارق في وصف ما قام به هشام جنينة أو التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة أنها خيانة عظمى؟ لا طبعا أنا بعترض